السلام عليكم، فيديو جديد مع وصفة جديدة. نتمنى تكونوا بصحة جيدة وأحوالكم طيبة. بعد غياب طويل رجعت لكم بوصفة جديدة إن شاء الله في القناة. صراحة ملي كتعكز على التصوير واحد الفترة كتبقى عكزان مدة طويلة، وهذا الشيء اللي وقع ليا. واليوم قررت أنني نحط لكم فيديو جديد. غنشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا طاكوس منزلي كيجي رائع جدا، لذيذ بطريقه جد سهله. وطريقه تحضير خبز التورتيلا او خبز الطاكوس كذلك اللي كيكون ساهل في التحضير ديالو وزوين ولذيذ، والاهم انكم عارفين شنو كتاكلوا. حاجه نقيه ديال الدار ماشي بحال ديال برا. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير ديال الطاكوس وفرجه ممتعه. وغادي نبداو اول حاجه بالخبز ديال الطاكوس. غنحتاج فيه واحد الكميه ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للكميه نتوما كتشوفوش من شحال الكميه غديروا على حساب الكميه ديال الخبز اللي بغيتو. هنا درت تقريبا نصف كيلو، ضفت عليه شويه ديال السنيده او السكر، ملعقه صغيره شويه ديال الخميره الفوريه وشويه ديال الملحه. بالنسبه للخميره غير شي شويه ماشي بزاف. تقدروا ديروا غير خماره حمراء بدل الخميره ديال الخبز. انا كنفضل الخميره ديال الخبز. هنا ضفت 2 معالق كبار ديال الزيت، تقدروا تضيفوا الزبده لكم الاختيار. وغادي نعجن الخبز ديالي بالحليب اللي كيكون دافئ. بالنسبه لا درتو الحليب مجفف يعني ملعقه كبيره من الحليب المجفف كتعجنوا غير بالماء دافي. الا ما كانش عندكم الحليب مجفف كتكتفيو بالحليب يعني السائل كتسخنوه وكتعجنوا به. العجينه ملي كندلكوها مزيان كيكون هذا هو القوام ديالها بحال العجينه ديال المسمن تماما، ما كتكونش رطبه بزاف. غنقسمها لكويرات صغيره الحجم بحال هكا، غنشكلها ونخليها جانبا. هنا غنغطي هذا الخبز ديال الطاكوس قد ما ارتاح كان احسن، من نصف ساعه حتى ساعه راه كيجي زوين. خصو يرتاح مزيان باش كتحصلوا على نتيجه اللي هي زوينه وكيجيكم الخبز خفيف وزوين. هنا غادي ندوزو للحشوه. بالنسبه للحشوه ديال الطاكوس انا كنفضل دائما نديرو بالدجاج، كيعجبني بالدجاج. هنا خديت كميه ديال صدر الدجاج مقطع قطع صغيره، ضفت عليه واحد شويه ديال الثوم محكوكه. غنضيف ملعقه كبيره من صوص الصوجا او صوصات الصوجا. غادي نضيف بالنسبه للتوابل عندي شويه ديال الفلفل الاسود. غنضيف الملح حسب الذوق. وعندي هنا شويه ديال السكرجبير. وغادي نضيف شويه ديال القزبر يابس، كيجي زوين وكيعطي بنه لهاد الحشوه هذه ديال الدجاج. وغادي نضيف شويه ديال البابريكا اولا التحميره. الا عندكم توم بودره كديروها كتعطي مذاق زوين، وكذلك البصل ديال بصل بودره. والتوابل ديال الشاورما انا صراحه كملوا ليا مبقاوش عندي، كيعطيو مذاق زوين بزاف للطاكوس. هنا ضفت ملعقه كبيره ديال لا موطارد، راكم عارفين الدجاج كيتوسى بزاف مع الموطارد. غنخلط مزيان هاد المكونات حتى كيتشرب ليا داك الدجاج دوك العطريه. كنخليه واحد شي شويه تقريبا واحد ربع ساعه باش كيتشرب ليا داك الدجاج التوابل وكيجي فسي وكيجي زوين. نخلطو مزيان ونخليه جانبا. بالنسبه للحوم تقدروا ديروا لا داند او الكفته، لكم الاختيار بطبيعه الحال ديروا اللي يعجبكم واللي متوفر عندكم على حسب الرغبه ديال كل واحد. انا عندي واحد شويه ديال البصيلات مشلضين درتهم في الزبيطه، نخليهم حتى يطيحوا مزيان ويدبلوا ويبيض اللون ديالهم. عاد غادي نضيف عليهم داك الصدر ديال الدجاج. ضروري من هاد الخطوه حتى تدبل شي شويه البصيله. عاد كنضيفوا عليها الدجاج. هنا غادي ضفت عليها الدجاج نخليه يتقلى مزيان ويتشحر مزيان على نار اللي كتكون مجهده باش الدجاج كيطيب لينا دغيا وكيبقى محافظ على العصاره ديالو. الا خليت نقصوا العافيه يعني كيجي الدجاج ناشف، كيطلق كاع داك الماء اللي فيه وكيجي ناشف. هنا نخليه يتشحر ليا مزيان على نار كتكون عاليه. وبالنسبه للفريت ملي كنقولوا الطاكوس كنقولوا الفريت ضروري. انا الفريت ما كنديروش في الزيت نهائيا، ما كنقليهش، كندخلو دائما الفران. هاد الطريقه اللي عندي معتمده، كندهنو بالزيت شويه ديال المليحه والبزار والثوم بودره اولا الثوم عاديه وكندخلو الفران كيتحمر كيجي لذيذ بزاف. هنا بالنسبه للخبز ديال الطاكوس من بعد ما ارتاح ليا مزيان رشيت فوق سطح العمل بشويه ديال الدقيق وغادي نطلق العجينه ديالي بالمدلك على شكل دائري. كنطلقوها وحنا كنرشوا الدقيق. وفي هذه الاثناء كنديروا المقله باش تسخن. بالنسبه للمقله اللي غنطيب فيها هذا الخبز هذا المقله المعروفه ديال وجده اللي كنطيبوا فيها البطبوط بطبيعه الحال هي اللي كنطيب فيها هذا الخبز ديال الطاكوس. كنحاولوا نطلقوا بالعجينه مزيان قد ما كانت رقيقه كان احسن باش يجيكم الخبز زوين ما يجيش معجن ما كتكونش فيه ديك العجينه بزاف.
راكم عارفين ملي كتجيو تلويو الطاكوس يعني ما يجيكمش معجن. خص الخبز ديال الطاكوس ما يكونش غليظ بزاف، يكون رقيق باش ملي كتعمروه كيجيكم زوين. هنا غنحاول نطلق العجينه مزيان قدر الامكان حتى كتكون كلها رقيقه. تشوفوا كيفاش غيكون الشكل ديالها، حيت هو كيتنفخ واحد شي شويه ملي كطيبوه. هانتوما كيفاش خصو يكون، كيجي بحال هكا، كيجي رقيق بزاف. دابا غنديرو في المقله، خصها تكون سخونه مزيان، وغنرميو الخبز ديالنا نخليوه حتى كيبان لنا فقاعات بحال هكا في الوسط. وكنقلبوها للجهه الاخرى، يعني ما كنخليوش يتحمر بزاف، غير كيبانوا لنا دوك الفقاعات الصغار. مجرد ما كيبانوا لينا هانتوما كما كتشوفوا بحال هكا، وكنقلبوه صافي. وكنخليوه كي واحد شويه يطيب على الجهه الاخرى، غير شي شويه، وكنحيدوه من المقله وكنكملوه بنفس الطريقه الكميه المتبقيه. هنا راه كيدير الفقاعات وكيبقى ينتفخ، شي مرات كينتفخ كامل وكيجي بحال الخبز العربي، كينتفخ شي مرات كامل كيجي بحال هكا زوين. هانتوما الشكل ديالو من بعد ما طيبتو كامل بنفس الطريقه كنغطيوه بمنديل باش كيبقى رطب. كيجي رقيق وكيجي زوين بزاف وناجح. ومن الاحسن انكم تصيبوه في الدار لانه كيتباع بثمن شي شويه، مهم 6 ديال الحبات كنظن 20 درهم بحال هكاك. من الاحسن تصيبوه في الدار، ساهل ودغيا، يعني ما كياخذش معكم وقت في التحضير ديالو. هانتوما كيفاش كيجي الشكل ديالو رقيق وزوين ورطب. غير تبعوا المراحل اللي شاركت معكم غنجح معكم ان شاء الله. ودابا غادي ندوزو للطاكوس ديالنا، غادي نعمروه. هنا درت البريصه باش تسخن مزيان. في الاثناء اللي غادي نحضر فيها نعمر فيها الطاكوس، هنا غنحتاج لصوص الجيريان. بالنسبه لي صوص كديروا نتوما لي صوص اللي كيعجبوكم بطبيعه الحال حسب الذوق ديال كل واحد. هنا غادي نحاول نلبس هذيك العجينه ولا داك الخبز بديك الصلصه، وما كنمصوش الجوانب باش ملي كنديروا الطاكوس ديالنا في البريصه ما كيخرجش لينا هذاك الصوص من الطاكوس، يعني كيبقى في الداخل. هنا غادي ندير كميه ديال الحشوه ديال الدجاج من بعد ما كتكون بردت بطبيعه الحال. ما ديروهاش وهي سخونه، كنديروها وهي دافيه اولا بارده، كتخليوها تبرد مزيان. وغادي نضيف لي فريت كما كتشوفوا معايا. هذا هو الفريت اللي كندير انايا دائما، كيكون زوين. خرجته من الفران راه كيجي زوين بحال مقلي، كيجي صحي ولذيذ وكيجي بنسم بهذيك الثومه. كندير الكميه ديال الفريت وغادي ندير قطعه ديال الجبن الخاص بالساندويشات. وطاكوس كما قلت لكم راه كتعمروا باي حاجه بغيتو بالنسبه للحوم، وحتى بالنسبه للجبن كاين اللي كيدير الجبن المبشور. ولي صوص حتى هما كذلك كديروا لي صوص اللي بغيتو على حسب الرغبه ديالكم والمتوفر. هنا غادي نسد الطاكوس ديالي بهذه الطريقه، هذه طريقه اللي جد سهله. كنسدوه مزيان وغادي نديرو في البريصه، نخليه يتبريصه ليا مزيان. هنا غنديرو باش يتبريصه، ونتلاقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطاكوس اللي حضرت معكم. كيجي على هذا الشكل هذا، قطعت لكم من الوسط باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. وبالنسبه للخبز شوفوا معايا كيفاش كيجي، راه كيجي رقيق بزاف، كيجي لذيذ ورائع جدا. ما تشبعوش منه صراحه، لذيذ بزاف بزاف. شي حاجه اللي حضرتوها في الدار، راكم عارفين الوليدات كيحماقوا على طاكوس، وحتى الكبار صراحه كنحماقوا على طاكوس. ولكن ديال الدار شي حاجه اللي زوينه، عارفين شنو دايرين فيه، عارفين باش معمرينه. كيبقى نقي على ديال برا. تحضروه لوليداتكم وانتم مهنيين. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، وخليوا لي كومونتير زوين اسفل الفيديو الا عجبكم الفيديو، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب. والسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.